ولن يرضى عراقي واحد بميناء أنت تارك كل سواحلك وجايب ميناءك قبالي. والعراق بلد جائع وشعب ما عنده كهرباء وحارة وياكلون تمر زهدي، فمزاجهم عصبي وحادين العراقيين. والشعب الكويتي شعب مترف لين حباب خلوق نواعم، مو مال عرق وش اسمه يعني اهل الحيانيه، ما بهم حيل الطلايب. اي اهل الحيانيه ناس شرسين، وهذا لا عنده كهرباء لا عنده ثلج لا عنده مدري شنو، ياكل تمر من الصبح لليل روحه طالعه. فعلى الكويتيين ان يلحظوا اخوانهم الكبار العراقيين الجواعه، وهم شعب حباب ونواعم وترف ما يتحملون عرك. فنحن نتمنى عليهم أن يغيروا فكرتهم وينقلون هذا الميناء، أو أن يبادروا إلى ما تفكر فيه الإدارة الأمريكية من قضية استئجار لمدة 99 سنة، وتكون مصلحة مشتركة للعراق